الجزائري اللي جاي من وفاق سطيف. عارفين يا جماعه اللعيب ده جاي بكام من بدايه الموسم؟ هوريكم الجواب اللي اتبعت لما كان سمير بيه حلبيه هو رئيس النادي لنادي وفاق سطيف عشان تشوفوا. اهو قدامكم، ادي الجواب قدامكم اهو، وانا بس هقرا لكم الحته اللي تهمكم، اللي هو في الباراجراف الثاني: نود ان نعرب عن رغبه نادي المصري في الحصول على خدمات اللاعب عبد الرحيم دغموم جزائري الجنسيه جواز سفر كذا في صفقه انتقال نهائي مقابل دفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب المقدر بقيمه 250 ألف دولار. دغموم يا جماعه جه ب 250 ألف دولار. دغموم اللي قدامكم ده. وبعدين خلي بالك، انا ما بتكلمش على ماتش الاهلي النهارده، انا ما بتكلمش على الماتش ده انا بتكلم على كل الماتشات اللي لعبها. متابع انا كويس جدا المباريات، وبتفرج على كثير من مباريات النادي المصري باعتباره نادي جماهيري. طبعا بنهتم قوي بمشاهده الانديه الجماهيريه بالذات. ده لعيب حكايه، لعيب حكايه. جايب كام يا سيدي؟ جايب 250 ألف دولار. طيب انا بس هقول لكم، يعني عشان الانديه الكبيره يا جماعه بوظت الدنيا في اسعار اللعيبه، بوظت الدنيا في اسعار اللعيبه. ده اللي النهارده بعد ما بيرقص كل الناس بيرقص نفسه، ومش بس ماتش النهارده، وجميع المباريات تقريبا اللي لعبها المصري. ده رمانه ميزان ولعيب حريف والكره تحت رجله حكايه. ب 250 ألف دولار. برونو سافيو اللي بيتفرج على الماتش زينا بالظبط بمليون و850 ألف دولار. سامسون أكينيولا بتاع الزمالك قدامي اهو جاي بكام يا سيدي؟ بمليون و200 ألف دولار. حطوا بقى مقارنة بين دغموم أبو 250 ألف دولار وبرونو سافيو أبو مليون و850 ألف دولار، والاخ كانيولا ابو مليون و250 الف دولار. ايه ده؟ او مليون و200 الف دولار. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ما هو مش معقول برضو احنا